احمد عبد القادر جلس مع بعض محبين نادي الزمالك وبعض رجال الاعمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا اخبار مهمه النهارده عايزين نتكلم عليها. قبل ما نتكلم عليها حاجه بس صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعي لاخواتنا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم امين. الخبر الاول معانا هو النادي المصري اخبر طلب من النادي الاهلي لو انت عايز تتعاقد مع احمد عيد فانت تفسخ عقد عمر الساعي، واحنا نفسخ عقد احمد عيد واللاعبين ينتقلوا مجانا. فهو النادي المصري عايز ياخد عمر الساعي بشكل مجانا، والنادي الاهلي تعاقد مع احمد عيد بشكل مجانا. طبعا احنا عمر الساعي دافعينه جايبينه 50 مليون، فاتمنى ان احنا ما نوفيش على حاجه زي كده. هنفرط في لاعب دافعين فيه 50 مليون الموسم اللي فات، كنا جايبينه معوض لبن رمضان لما بن رمضان الصفقه فشلت. فانا رافض جدا الفكره دي خالص، رافضها جدا يعني. فنشوف الايام الجايه هتقول لنا ايه. الخبر الثاني معانا النادي الاهلي وصلت له اخبار ان احمد عبد القادر جلس مع بعض محبين نادي الزمالك وبعض رجال الاعمال، واتفق معاهم على كل حاجه، واللاعب بيضغط على اداره النادي الاهلي يفسخ عقده وينتقل لنادي الزمالك. تمام. اللاعب معلومه بس، اللاعب عقده انتهى 2027 مع النادي الاهلي. انا اتمنى من اداره النادي الاهلي ما تفرطش في اللاعب ولا تمشيه، تسيبه تستفاد منه. تمام. بما ان اللاعب لسه قدامه سنتين تاني في العقد بتاعه، فاحنا نستفاد منه. بما ان حسين الشحات في اخبار كتير بتقول ان حسين الشحات مش مكمل معانا، فاتمنى من اداره النادي الاهلي ايه اللي هي تنتبه للملف زي دوت، واحمد عبد القادر يفضل مكمل لحد نهايه عقده. انما تفسخ عقده والكلام ده كله ما فيش، الكلام ده مفيش منه. تمام. في اخبار وصلت لي ان في نادي من احد من الدوري الاماراتي مهتم بالتعاقد مع محمد هاني. انا شايف ان محمد هاني يمشي، كفايه على كده. محمد هاني طالما جه له عرض، تمام، قيمه اللاعب بمليون ونص دولار. تمام. فانت هتبيع تستفاد منه، كده كده انت عايز تجدد جلد بتغير فريق، فهتبيع محمد هاني وتجيب لاعب افضل من محمد هاني. محمد هاني كده كده الفتره الجايه على ما اعتقد ان هو صعب جدا ان هو ياخد مكان اساسي في التشكيل. فاتمنى من اداره النادي الاهلي تدرس العرض ده كويس، ونشوف اللي هترجع بيه الفايده ماديه على النادي الاهلي، فيتم بيع محمد هاني على طول.